تخيل معايا شي حاجة تقدر تبدلك حياتك في ليلة وحدة. شي حاجة تخليك تشوف الناس اللي دايرين بيك على حقيقتهم، لا زواق لا نفاق لا أقنعة. في دوارنا كان كيتعاود سر على واحد السدرة نايضة في الجبل الملعون، قالوا عليها ناس زمان باللي اللي كلا منها كيشوف الحقيقة اللي كيعمي عليها الطمع والمال. اليوم غنحكي لكم حكاية دريس، الشاب اللي ما عنده والو ولكن قلبه عامر بالرضا، والحاج الطاهر اللي عنده كل شيء ولكن قلبه عامر بالطمع. واحد منهم غادي المستحيل باش يوصل لهذا الكنز، والثاني غادي المستحيل باش يحمي روحه من الحقيقة. واش الحاج الطاهر غيتحمل الحقيقة اللي شافها في عينين الناس؟ وشنو هو الكنز الحقيقي اللي لقى دريس في الأخير؟ كان يا مكان بواحد الدوار بعيد مقيول عليه بلي ساكنين فيه غير الناس اللي قلبهم بيض. واحد الشاب سميتو دريس كان خدام بيديه كيصاوب الحصاير والقفاف ديال الدوم، عايش على قد الحال، ولكن كان عنده واحد الميزة، كان قانوع. في نفس الدوار كان ساكن واحد راجل سميتو الحاج الطاهر، كان من أغنى الأغنياء ديال المنطقة، عنده الممتلكات والضيعات، ولكن كان معروف بواحد الصفة، كان طماع، ديما كيشوف اللي عند الناس وما كيشوفش في اللي عنده. واحد النهار جاو جوج عيالات غريبات على الدوار، باين عليهم العيا والسفر، حطو رحايلهم قدام دار دريس واخا ما عندوش ناض خرج ليهم خبزة سخونة وشوية ديال الزيت وجمعهم في الدار، وبقى كيهضر معاهم بضحكة وبشاشة بلا ما يطمح في والو. ملي بغاو يمشيو وحدة من العيالات قالت لدريس: يا وليدي، انت عطيتينا من قلبك وحنا غادي نعطيوك سر. في القمة ديال الجبل اللي مورا دارك كاين واحد الغار فيه سدرة كتعطي التمر غير من ليلة وحدة في العام، اللي كلا منها كيشوف الحقيقة ديال الناس اللي دايرين به. دريس ضحك وشكرهم ومشى في حاله، ولكن الحاج الطاهر اللي كان كيتصنت من مورا الباب سمع كل شيء. طار بالليل، طلع للجبل، لقى السدرة وكلا من داك التمر لدرجة كرشو غادي تطرطق. الغد ليه الحاج الطاهر ناض مخلوع. علاش؟ حيت ملي ولا كيشوف جيرانو وخدامته ولا كيشوف أقنعة، كيشوف اللي كيضحك في وجهه هو كيدعي عليه، وكيشوف الطمع في عيون اللي كيقولوا ليه يا سيدي الحاج، ولا كيخاف من كل شيء، ولا كيشوف الناس كأنهم ديابة باغين ينهشوا فيه. أما دريس ما طلعش للجبل وبقى عايش حياته فرحان. واحد النهار لقى واحد السبيكة ديال الذهب طايحة في الطريق، بلا سحور بلا والو، غير الرزق. عوض ما يخبيها مشى سول عليها الحاج الطاهر اللي كان كيشوف دريس دابا النور، شاف بعين الحقيقة وعرف بلي هاد السيد هو الوحيد اللي نيته صافية والأول مرة في حياته. الحاج الطاهر حشم من راسه وقرر يتصدق بالفيرما كاملة للفقراء، وقرر يغير معاملته للناس. دريس ولا لاباس عليه، والحاج الطاهر ولا قلبه صافي، وعرفوا بجوج باللي الكنز الحقيقي ماشي هو الذهب ولا السدرة، هو النية الصافية اللي كتخليك تشوف العالم بعينين رضا.